ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. في كل مكان معا وفي إطار مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم 2022-2023 هنا في ملعب سانت ماري. نادي ساوثهامبتون يستضيف نادي مانشستر سيتي في إطار مباراة ربع النهائي للنسخة رقم 63 لهذه المسابقة. مباراة تنتهي بالتعادل في 90 دقيقة، سنلجأ لركلات الترجيح من علامة الجزاء. التقيا معا في هذا الموسم في إطار لقاءات الدوري في ملعب الاتحاد في ملعب فريق نادي مانشستر سيتي، وتفوق المان سيتي ب4 أهداف نظيفة عن طريق كانسيلو وفودن ومحرز وهالاند. طبعا ليفربول على حساب تشيلسي في المباراة النهائية. ادي أول انطلاقة وأول ظهور ساوثهامبتون على مباراة كريستال بالاس اللي فازوا فيها 2-1 في إطار الاف اي كاب في الدوري، ومرتين في دوري الأبطال، ومرتين كان أيضا في بالمر أحد مواهب المان سيتي. ده حلو قوي بالمر، تصليحة حلوة الكرة، لكن يضيع امامنا جوندوجان، النهارده الكابتن والقائد. اتقطعت الكرة اللقطة اللي فاتت، الخطورة والفرصة ومحاولة ومعاه ايضا اللاعب وورد براوز، ودي كرة خطرة واورتيجا كرة في منتهى الخطورة، احتياطي لأول مرة في لقاء الدرع الخيرية. بص الكرة خطرة قوي، بتاعت العمرية الفئات السنية الشباب، ودي كرة بعيدة قوي من استون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد، واربع على قبل توتنهام ونوتنغهام فوق. اللاعب جنبو عايز يعدي، عدى لكن وقع، خد الخطوات، لكن فاز في الدوري هذا الموسم 4-0، وفاز في الاف اي كاب في الموسم الماضي كان 4-1 بعد ما تعادلوا بالمناسبه في الدوري. الموسم الماضي كان تعادلوا في اللقاءين، تعادل سلبي في ملعب الاتحاد. لسه جريليش، لسه فودن، لسه خوليان الفاريز، لسه المان سيتي عامل الارض والجمهور، ودي استلام مارا حلو. اللاعب سيكو مارا امامنا، هو شوف استلم ولف سيكو مارا، لكن ضيع فرصه كبيره قوي سيكو مارا في اللقطه اللي فاتت. ادي 20 مليون باوند، قيمه كبيره الحقيقه لهذا اللاعب، لكن لم يحصل على ولد. اراء حلو المره دي، وتقدم في اللقطه اللي فاتت. جول جميل، هدف جميل، حلوه الكوره، واللاعب اللي عمل هذه التمريره رائعه اللاعب كلوتا كار، ولكن سيكو مارا اللي وضع هذه الكرة حلوة قوي، حلوة الكرة السريعة والكرة العرضية. بيلعب أمام ساوثهامبتون هنا في إطار دور ربع النهائي لهذه المسابقة، وأيضا عنده الفرصة في كأس الاف اي كاب بعد ما تخطى تشيلسي يلعب مع الأرسنال. اللاعب سيكو مارا، هدف لسيكو مارا، وكرة في الدقيقة 22 وممكن هدف جديد، لكن أمامية المرة قوي فودن، لكن تسديدة والكرة تعود من بالمر مرة تانية، فرصة قائمة أمامنا اهو الكرة والانطلاقات خطيرة، كرة وتسديدة، يا ولد موسى موسى اللي سجل امامنا، موسى جنبه مش ممكن الاخطاء النهارده، اخطاء قاتله. اورتيجا متقدم، واللاعب جنبه امامنا هو بيسجل الهدف الثاني لنادي ساوثهامبتون. بص الاخطاء، شوف الاخطاء، عده تمريرات، عدى حلو قوي لافيا، التحرك من جانب من المرور، عدى المره دي جاك جريليش. هل يقلص المان سيتي الفارق؟ ادي امامنا التسديده، لكن تطلع ركله ركنيه هنا عن طريق جريليش اللي ضيع